بصوا بقى، احنا هنا بنعمل عظمة عظمة، يعني حاجة كده فاخر من الآخر. دي تورتة كنت عاملاها لعيد ميلاد ابني. هقول لكم كل التفاصيل وكل التريكات وكل الحاجات اللي تطلع معاكي الكيكة مظبوطة والكريمة مظبوطة وكل حاجة بالملي، وهقولك ازاي تعمليها من غير ما تكلفك بصوا 10 جنيه. الفيديو ده عايزة اقولكوا على شوية حاجات كده هتعملوها ببلاش من غير ما تتكلفوا اي حاجة خالص. غير ان انا هقولك ازاي تعمليها، يعني تتعلمي ازاي تعمليها وازاي تعمليها ببلاش في نفس الوقت. شفتوا بقى؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا بينا كده نشوف الكيكة مقاديرها ايه الاول. الكيلو دي سبونج، وبعد كده نتكلم في التفاصيل التانية وازاي تعمليها ببلاش. بصوا بقى، كيلو دي سبونج عليه 12 بيضة. ما تتصدموش، ما هو التورته في المحلات بشيء وشويات غالية جدا. كيلو الدقيق السبونج عليه 12 بيضة، عليه كوباية مية، عليه معلقة خل، كيس فانيليا، بس كده. وبتضربي بالمضرب، وطبعا ما بينفعش خالص المضرب اليدوي في الدقيق السبونج او الكيكة الاسفنجية، لان بتحتاج خفق جامد جدا، يعني وقت طويل. كمان مضرب البيض اللي انتوا شايفينه ده بياخد معاه وقت عن العجان. ما بالكوا بقى لو عملتوه بالمضرب اليدوي، مش هينفع معاكوا. اقعدي بقى اعملي فيه طول النهار والاخر مش هيبقى حلو. الوصفة ما تنفعش بمضرب يدوي، لازم يا عجان يا مضرب بيض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول بقى ما تضربي كده بتلاقي دقيق معاكي تخين ولونه مصفر كده، يعني اكنها عجينة. لكن لما بتخفيكي بقى شوية كده حوالي 10 دقايق، بتبصي تلاقيه معاكي زي الكريم شانتيه بالظبط، او يعني هو اخف شوية، مش زي الكريم بالظبط، لا هو بيبقى يعني ايه، مشابه للكريم كده. بتبقى هو ده القوام المظبوط. وطبعا انا بوريلك كل خطوة. انا كنت بعمل شوية واقفل الفيديو واستنى شوية وافتحها لكم تاني. احنا وصلنا المرحلة دي واقفل وبعدين افتح. احنا وصلنا المرحلة دي، فاهمين؟ لما تلاقوا العجينة معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتكتبي اي حرف على اي حرف على العجينة ما بيعلم. خلاص كده القوام معاكي زي الفل. شايفين القوام نازل بتاعها عامل ازاي من العجينة؟ اللهم بارك، تحفة. هو ده القوام المظبوط بالظبط. كيلو دي سبونج، 12 بيضة، كيس فانيلي، معلقة خل، وكوباية مية. بس مفيش اي افتكاسات، لا بيكنج باودر بقى. في ناس بتحط محسن وبيكنج باودر، كل ده لا، نو نو نو. هو كريم هو دي سبونج جاهز بيجي ليه. دي السبونج بيغنيكي عن كل ده. طبعا لو بتعملي بالدقيق العادي بتجيبي محسن وبتجيبي بيكنج باودر ومع البيض وده يعني بتحطي كل حاجة بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما عملتها مسكت الصينية كده وهبتها كتير جدا، عشان خاطر لو في هوا جوه بتلاقيه عمل بوبلز كده فوق العجينة بيطلع، عشان العجينة معاكي تبقى جميلة. وبصوا هو ما بيعلاش، يعني الدقيق السبونج ما بيعلاش لان هو بيعلى معاكي وانت بتخفقيه. فما بيدخل الفرن حتى لو معلش معاكي ما تقلقيش. بس اللهم بارك اللهم بارك. شايفين طالع معايا ازاي؟ طالع معايا وهم. ده بقى كنت جايبة عصاية شيش طاووق وكنت بختبر العجينة انا ما فتحتش عليها الفرن غير بعد 45 دقيقة. لو انت الفرن بتاعك عالي شوية، يعني مثلا ممكن 35 دقيقة تفتحي الفرن تشوفيه. انا بقولك انا عارفة مقدار الفرن بتاعي 45 دقيقة بيبقى سوا، او ممكن محتاج دقيقتين كمان او دقيقة، او ممكن يكون استوى على حسب السمك بتاع العجينة. انما انت لو مش عارفة المعيار بتاع الفرن بتاعك، 35 دقيقة تفتحي عليه تشوفيه استوى ولا لا، ما تفتحيش قبل كده. شايفين بقى؟ انا كنت بقلب الصينيه كده عشان تشوفوا مستوى الارتفاع بتاعه في الفرن. اللهم بارك، يعني حاجه ما شاء الله. وعايزه اقول لكم ان دي السبونج دي سايب عادي خالص من اي عطاره، مش ماركه ولا كاس ولا كده، لا ده عادي خالص. طبعا بقى سبتها لما بردت وقلبتها. الصينية دي رقيقة شوية، يعني اتحمرت شوية من تحت، بس هي كده حلوة يعني. بصوا، هي واخدة لون صحيح بس طرية مش ناشفة، فاهمين؟ طرية خالص.
حتى انا بعملها بالسكينة. يعني بتتشال بسهولة. بشيل كده حتى لو مفيش اللون دي بتعملي الخطوة دي على فكرة، يعني هو لو مش عشان واخدة لون غامق شوية او كده، لا هو انا بعمله. اللهم صل على النبي، بعمل الخطوة ديت حتى لو هي بيضة من تحت. ومن فوق نفس النظام، من فوق لازم تشيل الوش بتاعها، لان الوش اللي فوق الكيك ده الزفرة بتاعة البيض بتتكون فوق العجينة، فانتي لو ما شلتيهاش بتلاقي العجينة معاكي زفرة. شايفين بتطلع بكل سهولة، انت اصلا بتلاقيها يعني معجنة شوية كده عن الكيكة، بتلاقي طبقة كده يعني تحس ان هي غريبة عن الكيكة. هي دي الزفرة بتاعة البيض، لازم تشيليها، ما تتجاهليش الخطوة دي عشان ما يطلعش في التورتة بتاعتك ريحة او اي حاجة. لا انت بتشيليها كده واحدة واحدة بأي كزلك يكون مشنشر، فاهمين؟ ما يكونش سكينة عادية عشان يتشال بسهولة. طبعا بقى انا كنت عاملة اكبر صينية في الطقم، اللهم بارك. شلت القطعة دي كده يعني على جنب، لان طبعا ماما ما بتاكلش بكريمة وكده وهي تيجي عيد الميلاد، فما كانش فيه وقت ان انا اعمل كيكة، فقلت ان انا هسيب لها الحتة دي من غير اي حشو واي حاجة. وطبعا اللي هي اصلا كبيرة، اللهم بارك، يعني حاجة محترمة يعني، هوريها لكم دلوقتي. نيجي بقى ازاي ان انتي تعملي الكيكة دي ببلاش من غير فلوس. بصوا بقى، انا كنت طبعا بطلب من جوزي حاجات من العطارة، وهو جاي مثلا من الشغل هيجيب حاجة، اقول له بقولك ايه، ما تجيب لنا ربع كيلو كريم شانتيه، عايزاه في وصفة كده معينة، من غير ما اعرفه اي حاجة خالص. انا عارفة ان انا عندي مناسبة، وعارفة ان انا عندي عيد ميلاد، وعايزة اوضب عشان مفيش حاجة تتكون فوق دماغي ساعتها، او مثلا احس بمصاريف كتير ساعتها. جاب لي الكريم شانتيه عينته في التلاجة. تاني مرة راح قلتله بقولك ايه، ما تجيب لي كده كيلو دقيق سبونج، عايزة اعمل بيه وصفة. طبعا هو ما بيدورش، الرجالة ما بتدورش مثلا انت عايزة وصفة ايه، ولا انت استخدمتيه ولا ما استخدمتوش، ولا في دماغهم اصلا. جاب الدقيق السبونج، عينته، والله العظيم. ايه تاني، كان عندي حاجات بقى عينتها برضو اللي هي بتاعة الحشو وكده. والمصاريف اللي انا صرفتها وانا بعمل عيد الميلاد هي مصاريف كتير مش قليلة على فكرة، مفيش حاجة سهلة. لكن بس انتي لو حتى اشتريتي التورتة هتصرفي نفس المصاريف دي، فاهمين؟ وطبعا يعني اللي خلانا اصرف في التورتة دي ان انا مرستش على حل واحد. اعمل نص فواكه، نص جناش شوكولاتة، وشوكولات شيبس وحاجات من دي. فاللي هو بصوا جبت كل حاجة. جبت اللي هو مثلا لو هعملها بجناش شوكولاتة، جبت قلب شوكولاتة بس، علبة الشوكولاتة قال لي ب95 جنيه، ب75 جنيه. يعني قلب الشوكولاتة المطبخ بس لوحده قال لي ب75 75 جنيه. فجبته بيقعد معاكي كذا عيد ميلاد، مش عيد ميلاد واحد يعني. يعني هو مثلا الكمية اللي انا عملتها في العيد الميلاد دي في ضعفها مرتين، يعني قسمتها تلت القالب ده، هوريهولكوا وانا بعمله. خلينا بس اقولكوا ازاي الكريمة ده عملت كوبايتين مية مثلجين، لازم يكون فيهم قطع تلج عشان الكريمة معاكي تطلع مظبوطة. كوباية ونص سكر، لو عايزة تحطي عايزاها مسكرة اوي بتحطي كوبايتين سكر زي كوبايتين المية، ولو عايزاها مظبوطة بتحطي كوباية ونص، لو عايزاها اقل بتحطي كوباية. تمام. كوبايتين مية مثلجة فيهم قطع ثلج، وكوباية ونص سكر، وكوبايتين كريم شانتيه. كريم الشانتيه بيبقى قد المية، ما بعملوش بلبن، بمية مثلجة. كوبايتين كريم شانتيه، كوبايتين مية مثلجة، وكوباية ونص سكر. والسكر حسب ما انتي يعني بتحبي او عايزة. انا عملت اللي احنا بنحبه. وطبعا زي ما قلتلكوا كنت بقفل الكاميرا عشان اقولكوا ان انا كنت بوصل للمرحلة دي، وبعد كده ضربت شوية، وبعد كده وصلت للمرحلة دي، فاهمين؟ مش هفتح الكاميرا، كل ده عشان خاطر الوقت برضو بتاع الفيديو. هنا بقى كان القوام معايا مظبوط. بتقلبي الطبق بتاعك كده، طبعا ما بتتحركش، يبقى كده خلاص. بصوا بقى، مش لاقي حاجه احط عليها الكيكه، ورحت مشوار مخصوص عشان اجيب حاجات واجيب حاجه احطها عليها. انا اي نعم مش عارفه اماكن يعني بتحط عليها، بتبيع الحاجات اللي بتحط عليها زي دي كده مثلا.
شايفين؟ والكيكة كبيرة، فانا لازم اتصرف. انا لقيت حل يعني، مش عارفة هو هينفع ولا ايه. انا جبت دول كانوا عندي، كنا جايبين تورته يعني من محلات، وعندي دي احتفظت بيها، غسلتها واحتفظت بيها وهي حلوه يعني. فجيت احطهم لقيتهم نازلين كده، فاهمين؟ فقلت احط ده كده، بس بيتزحلق، مش عارفه هو هيثبت ولا لا. احطه كده وهحط دول كده، هتبقى اهون شويه، مش عارفه. هي حلها كده خلاص يعني، ملهاش حل غير كده. بصوا بقى، لما خلصت بقى واجهت المشكلة اللي انتوا شفتوها دي، مش لاقي حاجة احط عليها التورتة. فالمهم بقى التورتة كبيرة، يعني انتوا متخيلين ان الطبق اللي هو تحته ده اللي واحدة بنشتريها تورتاي، فانا حاطة الاتنين عشان خاطر احط عليها التورتاية بتاعتي، فاهمين؟ يعني الحجم مش باين في الفيديو زي الطبيعة. التورتاية ما شاء الله كبيرة جدا، لو انتي بتجيبيها من محل مش هتجيبيها اقل من 500 جنيه. اتعلمي اعملي كل حاجة مع نفسك. بصوا الحاجات سهلة وبسيطة، بس احنا اللي بنكسل نعمل الحاجة ما خدتش معايا اي وقت. انا جبت الدقيق والبيض والمية وضربتهم لحد القوام المناسب وحطيتها في الفرن. الكريمة كوباية الكريمة على كوباية المية على نص كوباية السكر، وبيبقى المقدار مظبوط تماما، وبتلف فيها لحد ما الكريمة معاكي تبقى القوام المناسب. الله اكبر، الله اعظم. هقفل بس عمل اسني يخلص. طبعا بقى لما المؤذن بيقول حي على الصلاة بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حوقلوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلوا على النبي. وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، انزلوا اشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوا القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وشجعوني كده في التعليقات، عايزة تعليقاتكم الحلوة المشجعة. ربنا يجبركم ويسعدكم ويحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. بصوا بقى، انا قطعت الكيكه بتاعتي لثلاث طبقات، يعني انا عايزاها تبقى 3 طبقات، والطبقات ما شاء الله عاليه، مش قليله يعني، مش رقيقه. لا، الكيكه كانت تخينه، بحبها اكتر من الكريم. مش تيجي تاكلي كده تحسي ان انتي بتاكلي كريمه، لا، لازم تحسي بطعم الكيكه كده مع الكريم. طبعا بقى ده كان حليب، حط عليه معلقتين كريم شانتيه، وشوية سكر ومقلباهم اكنه سيرب كده. انا بحب اسقيها الخليط ده على بعضه، فاهمين؟ بيبقى الكريمة بتقل اللبن كمان، فمبتبقاش معجنة، وكمان سكر عشان يحليها، لان الكيكة طبعا ما بيبقاش فيها سكر. وبس كده عملت طبقة كريمة، وطبقة حطيت شوية شوكولاتات من اللي انا جايبهم ده على شكل نجمة والدبدوب وشوكولات شيبس، وشوية فراولة كده. وحطيت الطبقة التانية ونفس النظام مع كل طبقة، يعني الفراولة والشوكولات شيبس والحاجات دي مخليه الطعم فوق الرهيب. احشيها اي حاجة بتحبيها، بتقبل معاكي اي حاجة. عايزة نوتيلا بتحطي، عايزة فواكه بتحطي، عايزة شوكولاتة، عايزة جناش شوكولاتة بتحطي. بصي اللي يجي ببالك، كراميل، اي حاجة، اي صوص بتحبيه حطيه. بيعزز الطعم قوي قوي. بصي يعني انتي بتعمليها بايدك والله العظيم عمرنا ما جبناها بالحلاوه دي، لا ما بتجيبهاش بالحلاوه دي. انتي بتعمليها، بتحطي الحاجه اللي انتي بتحبيها وبتكلفيها بضمير. هما بيحطوا الكريمه فقط بس، وشويه اي حاجه من فوق يعني، فاهمين؟ اي شويه هري بقى. طبعا بقى ليستها بالكريمه كلها، وحاولت ان انا اسويها، بس انا يعني ممكن تكون مش متسويه قوي قوي يعني مظبوطه قوي، بس انا ما عنديش الامكانيات اللي انا اعملها بيها. انا عاملاها بالسباتولا والسكينه اللي هي المشنشره دي، وبس كده يعني عملت فيها الموج ده بالسكينه المشنشره. وطبعا جيت بقى في النص كده حطيت شويه شوكليت شيبس وشويه دباديب بقى، ونجوم اللي انا جايباهم دول طعمهم تحفه. وهقول لكم انا بحط ليه. انا بحط لان انا طبعت صوره، الصوره دي ورق مش شوكولاته. انا بجيبها ورق لاني كده كده مش بخلي حد يقطع الصوره، يعني بتقول ان هي بتجيب طاقه سلبيه لما بتقطعي صوره الشخص اللي هو صاحب عيد الميلاد، لكن انا بحطها يعني دي مطبوعه ورق عادي خالص.
بحطها فوق الحاجات اللي انا حطيتها، لان لما نيجي مثلا ساعة الاكل وكده ونشيل الصورة ما تبقاش سادة، فاهمين؟ تبقى عليها شوكليت شيبس وحاجات من الحلوة دي، وهوريها لكم برضو بعد ما الصورة اتشالت عاملة ازاي. لما شلنا الصورة التورتة شكلها تحفة، كلها متزينة ما فيهاش حتة بيضة، فاهمين؟ فهي اصلا من غير الصورة شكلها تحفة، وبالصورة شكلها تحفة. واللهم بارك. يعني طبعا هو كان عيد ميلاد ابني، اول عيد ميلاد ليه، فهو بابا قال لي حطي الصورة دي، هو بيحب الصورة دي. طبعا بقوله مش عيد ميلادك، قال لي لا تحطي صورتي معاه. فهي صورة اصلا فعلا جميلة جميلة، بنحبها يعني. فقلت خلاص احط صورته هو وباباه وكانت صورة جميلة، وكانت عيد ميلاد كده قرفته حلوة وما شاء الله. طبعا بقى انت لو عايزة تعملي التورتة دي بفواكه بتعملي، انا كنت جايبة فاكهة عشان اعملها، بقول لكم نص فواكه ونص شوكولات شيبس مع جناش شوكولاتة وحاجات من دي. وجالي فكرة الصورة دي على اخر لحظة، اللي هو غرمت حق الحاجات دي على الفاضي، فاهمين؟ يعني انا رحت جبت تفاح وفراولة وكيوي. عايزة اقول لكم الاسعار خيالية، التفاح 75، جبت الفراولة اللي احنا كنا بنجيبها السنة اللي فاتت ب10 جنيه، والله جبتها ب50 جنيه الكيلو الفراولة. الكيلو ب150 جنيه الكيلو، يعني الله يعني الله المستعان. فما تفكروش ان انتوا تحطوا فاكهة، انتوا شوية جناش شوكولاتة مع شوية شوكولات شيبس مع اي حاجة مع اي صورة وحطوها. يعني تصرفوا لو الامكانيات ما تسمحش، او ممكن تجيبوا. يعني عايزة اقول لكم الكيلو انا ما جبتش كيلو طبعا، انا جبت قلت لها انا عايزة 2، ما وزنتهمش، هي ادتهم لي الاتنين ب15 جنيه الكيلو. قلت لا انا مش هجيب كيلو ب150 جنيه عشان التورته، ابقى انا يعني صرفت اضعاف مضاعفه عشان خاطر احط كيوي على التورته، فاهمين؟ فانتوا تصرفوا، مش لازم ان انتوا تجيبوا كميات الجناش ما شاء الله، يعني اللهم بارك. عايزه اقول لكم الحته اللي انا قطعتها دي بتحطي معلقه لبن بمعلقه لبن، انا نسيت اقول لكم انا عملته ازاي. معلقه لبن بمعلقه لبن، طبعا على بخار ميه، ما بتحطوش على النار. انا حتى اللي هي اللبانة دي فيها مية سخنة، وحطيت الطبق فوقها سيحت الشوكولاتة ومعلقة لبن بمعلقة لبن لحد ما تحسوا بقوامها كده زي النوتيلا السايحة كده، او اخف شوية لانها لما بتبرد بتتقل. ولو عندك زبدة بتحطي، عندك زيت بتحطي، بس لازم يكون زيت نضيف نوع حلو مفهوش ريحة. بس ما تحطيش سمنة لانها تكرسها ومش هتبقى حلو. وطبعا يعني ما خففتهاش قوي عشان تدي الزجزاج اللي انتوا شايفينه ده، يعني خط قصير وواحد طويل شكل عشوائي كده، تحفة. قمر قمر قمر، والله العظيم كان طعمها تحفة وشكلها تحفة، وهو عيد ميلاد تحفة، وهو محمد ابني اصلا تحفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلكم بقى تقولوا له كل سنة وانت طيب يا ميدو في التعليقات، مش عايزة حد ما يقولوش كل سنة وانت طيب يا ميدو، لان طبعا اول عيد ميلاد له اللهم بارك. فيعني كنا فرحانين بيه طبعا، انا بعمل لاخواته على طول، وكنت عايزه اطنشه على فكره بس جوزي مرضاش، قال لازم يتعمل له زي اخواته بالظبط. بصوا بقى، بعد ما كنت ناويه ان انا حطيت شوكليت شيبس وحاطه حاجات كده شوكولاتات، واللي هو اسمها ايه، حاجات كده شكل اللي هي الايس كريم والحاجات دي كنت شارياها برضو من العطاره. قلت لا انا هحط فاكهه عشان انا حاطه حاجات تحت الصوره، والفاكهة كمان بتعزز الحاجة قوي، يعني التورتة بالفاكهة بتبقى حاجة غير. كنت مقطعة طبعا فراولة على اساس ان انا احط طبقة تفاح وطبقة كيوي وطبقة فراولة، فما نفعش الصورة، ما كانش هينفع. جات لي الفكرة دي بقى وانا بحط الحتة اللي هي الاولى دي، ان انا اعمل زي مثلا هكسر لون كده في الجوانب. بس كانت فكرة تحفة اللي انا عملتها بالفراولة دي، فعلا كسرت لون الكيوي وخلت المنظر اللهم بارك تحفة تحفة، والله العظيم التصوير ما جايب الحقيقة. واللهم بارك بقى. عايزة اقول لكم ان انا كنت عاملة التورتيه دي على اساس ان انا مش قايلة لحد، يعني انا وعيالي كده وحماتي وعماته وطبعا ماما وبابا. بس الحمد لله، عايزه اقول لكم عيالي لموا عليا عيال البلد كلهم. طبعا كنت جايبه جاتوه، كنت جبت 15 حته يعني بالقطعه كده،
قلت له هات لي دستة ونص من المحل، ما كنتش هلحق اعمل لان لقيت العدد كبير جدا. طبعا بقى كنا بنوضب الحاجات عشان نحط للعيد الميلاد. دول عيال اخويا، ودي بنتي اللي لابسه بنطلون احمر، دي الين ودي ندى بنت اخويا عسولة. طبعا كله يقول لها بقى تسلميلي. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا محمد، سنة حلوة يا جميل. يلا حالا بالا بالا هيا بالفصل، هيكون عيد ميلاد اللي أسعد الأعياد، فليحيى بالفصل. طبعا بقى وريت لكم عيد الميلاد، وريت لكم كل حاجه. وطبعا كان عيد ميلاد ما شاء الله جميل. بصوا بقى لما شلت الصوره واحنا رايحين نقطع، شايفين الكيكه شكلها عامل ازاي؟ يعني اكن ما كانش فيه الصوره اصلا، يعني شكلها جميل. وده برضو يعني حبيت اوريلكم الاجواء والعيال، فما شاء الله كان جو جميل. وطبعا العيال بتفرح بالحاجات دي. هو اصلا عيد الميلاد بيتعمل للعيال مش لينا، لان هو بيفرحوا بالحاجات دي. وطبعا ابني اصلا انتوا شايفين هو مش بان من الترابيزه ولا فاهم عيد ميلاد ولا عيد جواز ولا اي حاجه. هو يعني هو مستغرب الاجواء جنبه، عايز يشد بس في الكوبايات وعايز يشد في الحاجه،